السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه التحضير ديال اللوبيا بالكرداس. راه كتجي لذيذه بزاف. انا كنديرها بالكرداس وكنديرها بالقديد حتى هو كتجي بيه زوينه. هنا عندي ان شاء الله غنحتاج في المقادير 500 غرام ديال اللوبيا اللي مفزقه من الليل، وغنحتاج هنا عندي الكرداس، عندي نص كاس ديال زيت الزيتون مع زيت المائده، عندي 3 الفصوص ديال الثوم، عندي بصله مقطعه، قزبر ومعدنوس، مطيشه محكوكه، مطيشه تكون كبيره، سكينجبير، خرقوم بلدي، البزار، الكمون البلدي ديال المغرب راه كيكون زوين وكتكون كيعطي واحد النكهه زوينه وكيحيد حتى اللي يدير ليه هذا بحال العدس وبحال اللوبيا بحال الفول اللي كيدير هذاك اللي كياكلو كيتنفخ. هذه راه كتجي زوينه. هذا الكمون ملي كدار معاهم كتحيد ديك النفوخيه ديال اللي كيدير ليه بحال هكا اللوبيا والعدس كيديروا ليه النفخ ديال المصران. هذا الكمون راه صحيه ومزيانه. وغنحتاج شويه ديال القزبر مطحون حبوب. ودابا ان شاء الله غندوزو لطريقه التحضير. انا دابا جبت غنطيب اللوبيا ديالي في الطاجين ديال الطين، راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف مع هذا الكرداس. راه انا الملحه ما درتهاش حيت الكرداس مالح، حتى طيب ليا اللوبيا ديالي مع الكرداس. ديك الساعه غنذوق، الا كانت باقا خاصه الملحه غنزيد، وإلا الملحه كفاتو اللي كاينه في الكرداس صافي بركه. بحال اللي داير القديد ولا الكرداس راه كيكون فيهم الملحه حتى كيطيب. هذا شوفوا دابا غادي ندير العطريه ان شاء الله. غادي ندير الزيت، مطيشه، وغادي ندير كاس ديال الماء باش ما تحرقش ليا العطريه. وغنرد دابا الطاجين ديالي تشحر ليا الكرداس ونرجع معكم. انا رجعت معكم بعد ما تشحر ليا الطاجين ديالي، شحر الكرداسات. دابا ان شاء الله غنزيد اللوبيا حيت اللوبيا كتشد شويه الخيار ماشي بحال العدس. انا غنخويها بسم الله. وغندير الحار بالنسبه اللي كيبغى الحار. دابا غنمرق على اللوبيا ديالي، غنزيد الماء، ندير الماء الكافي اللي طيب ليا فيه هي والكرداس، ونرجع معكم بعد ما يطيب ليا الطاجين ديالي ديال اللوبيا بالكرداس. انا رجعت معكم بعد ما طاب ليا اللوبيا ديالي بالكرداس. عرفتوا راه كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه وكتجي صحيه وماكله سخونه في هذا البرد. واللوبيا مع الكرداس راه زوينه بزاف. انا كنديرها دائما كتعجبني وكتجي لذيذه بزاف. ولا جربتوها حتى نتوما راه غتعجبكم وغتبقاو تصاوبوها دائما. وطايبه في الطاجين ديال الطين كيعطيها لذه اكثر وكتجي صحيه وزوينه ومفيده. اللوبيا راه فيها فوائد مهمه للصحه ديالنا، والكرداس حتى هو كيكون زوين وكيعطيه واحد اللذه زوينه. وطايبه في الطاجين ديال الطين يعني راه واحد الاكله ولا اروع. عرفتوا طالعه منها واحد الريحه شهوه منها وكتجي زوينه بزاف. انا غنحطها في صحن التقديم ونرجع معاكم. انا رجعت معكم بعد ما حطيت اللوبيا ديالي بالكرداس، حطيتها في صحن التقديم. انتم شوفوا الشكل ديالها راه كتجي شهوه منها وكتجي لذيذه بزاف. عرفتوا الا جربتوها الطريقه ما تبقاوش تستغناو عليها. كتجي زوينه بزاف مع الكرداس وطايبه في الطاجين ديال الطين يعني كيزيدها واحد اللذه ولا اروع. وفيها الكمون البلدي
يعني حتى اللي كيتنفخ ملي كياكلها، اللي كيتنفخ عليه المصران، هادي راه ما غدير ليه والو، حيت الكمون البلدي راه مزيان المصران كيحيد الغازات، راه كتجي لذيذه بزاف. انا دائما كنحضرها بهذه الطريقه وكتعجبني وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم الطريقه ديالي ديال اللوبيا بالكرداس راه كتجي زوينه بزاف. بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله.